واش عمرك تخيلتي تركب في تران وبعد اقل من ساعه تلقى راسك في بلاد اخرى، في قاره اخرى؟ تخيل معايا تركب في تران من طنجه وتلقى راسك في قلب مدريد، بلا باطو بلا طياره وبلا تعقيدات. هذا الحلم اللي كيسكن المغاربه والاسبان من عام 1979، اليوم في ابريل 2026 تحول للحقيقه. الدراسات التقنيه حسمات الجدل، المشروع قابل للتنفيذ والاشغال ممكن تبدا في 2027. الميزانيه خياليه، تحديات هندسيه فوق الوصف، وخريطه جديده للعالم كترسم قدام عينينا. واش المغرب غيولي هو البوابه الرسميه اللي كتربط قاره بقاره؟ اليوم غنعطيكم الارقام والتفاصيل. مشروع القرن اللي غيغير حياتنا كاملين. بقاو معايا، نبداو بالمعقول ولغه الارقام اللي ما كتكذبش. الشركه الاسبانيه المكلفه بالدراسات اللي عندها خبره في مشاريع عملاقه اكدت باللي النفق غيكون الطول ديالو 42 كيلومتر، منها 27 كيلومتر غتكون غارقه تحت قاع البحر، وعلى عمق كيوصل 475 متر. هذا النفق غيربط ما بين بونتا بالوما في مدينة طريفة في إسبانيا وبين كاب مالاباتا في ضواحي مدينة طنجة في المغرب. والتصميم هندسي خيالي، ما كنهضروش على نفق واحد بل ثلاثة ديال الأنفاق موازية. جوج مخصصين للمرور القطارات السريعة ونقل البضائع، والنفق الثالث غيكون مخصص للطوارئ والسلامة. يعني في الوقت الحالي عبور السيارات والشاحنات الخاصة ما كاينش في التصور. التركيز كله على السكة الحديدية باش نضمنوا السرعة والنجاعة الاقتصادية. ودابا وصلنا للصدمة اللي خلات المهندسين يسهروا الليالي. أصعب مرحلة في التنفيذ ماشي هي الطول ديال النفق، بل هي واحد المنطقة جيولوجية سميتها عتبة كامارينال. هاد النقطة هي النقطة اللي كيتلاقى فيها البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلسي. تماك الطبيعة الجيولوجية صعيبة بزاف، والضغط كيوصل لمستويات خيالية. المهندسين كيقولوا باللي حفر هاد البلاصة كيتطلب تكنولوجيا ما كايناش عند أي واحد، وهي اللي غتستهلك الجزء الأكبر من المجهود اللوجستي. ولكن علاش إسبانيا والمغرب قرروا يزعموا دابا؟ الجواب هو التطور الهائل في تقنية الحفر اللي شفناها في أنفاق مدريد، اللي خلات المستحيل يولي ممكن. نجيو دابا للفلوس، شحال غيكلف هاد العجب؟ التقديرات الرسمية كتهضر على ميزانية كتراوح ما بين 7.5 حتى ل 10 المليار ديال الدولار. هذا الرقم ضخم، ولكن العائد الاقتصادي ديالو أكبر. حنا كنهضروا على تحويل المغرب لهوب لوجستي عالمي. البضائع الإفريقية غتمشي لأوروبا في دقائق، والسلع الأوروبية غتغزو إفريقيا عبر طنجة. زائد ما نساوش باللي هذا المشروع عنده علاقة قوية بمونديال 2030. المغرب وإسبانيا باغيين يبينوا للعالم باللي التنظيم المشترك ماشي غير في الملاعب، بل حتى في الربط القاري والسيادة الاقتصادية. هاد العشرة ديال المليار ديال الدولار هي استثمار في المستقبل اللي غيخلي الملايين من البشر والسلع كيتنقلوا بانسيابية خيالية ما بين المغرب وإسبانيا، ما بين إفريقيا وأوروبا. المغرب اليوم بهذا المشروع وبتعزيز القوة البحرية ديالو اللي هضرنا عليها في فيديو سابق بخصوص الغواصات الكورية، كيأكد باللي السيطرة على مضيق جبل طارق ولات مغربية بامتياز. 2027 بإذن الله غتكون سنة انطلاق الأشغال، و2030 تقدر تكون هي سنة الافتتاح الأسطوري. مع العلم أنه قبل كانوا أخبار كيقولوا كيأكدوا على استحالة الإنجاز ديال هذا المشروع تكنولوجيا، وزيد كانوا تقارير أخرى كيقولوا أنه ما يكون جاهز حتى 2040 حتى 2045. السؤال اللي كيبقى محير كاع الخبراء وليكم نتوما الكلمه: واش هاد النفق غادي يكون ثوره اقتصاديه ولا مغامره محفوفه بالمخاطر؟ واش هاد النفق غيقضي بصفه نهائيه على الباطو في مضيق جبل طارق؟ واش كتشوفوا باللي 10 المليار دولار ميزانيه معقوله المشروع غيغير وجه القاره الافريقيه للابد؟ في الختام يبقى النقاش مفتوح والرأي مسؤولية والمعلومة أمانة. نترك لكم مساحة التعليق وإبداء الرأي باحترام، وإذا عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك والتفاعل، لأن المتابعة ديالكم هي اللي كتدفعنا للاستمرار في تقديم محتوى جاد وموثوق. كيعاون ربي.